بيكم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الهبيده في كاس العالم. بعد ما اتكلمنا في الحلقه الاولى عن المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه وتوقعنا مين اللي هيتاهل من المجموعتين دول، جاء الوقت على المجموعه الثالثه والمجموعه الرابعه. خلينا نبدا بالمجموعه الثالثه، المجموعه اللي بتضم منتخبات الارجنتين والسعوديه بولندا المكسيك. المنتخب الارجنتيني البلد التاريخي لكاس العالم، واللي بيضم بين لاعبينه واحد من افضل اللاعبين في التاريخ وهو الاسطوره ليونيل ميسي. معاهم شعبيه جارفه في الوطن العربي والعالم كله. معاهم المنتخب السعودي اللي هو تقريبا بيلعب على ارضه مع المنتخب المكسيكي الضيف الدائم في كاس العالم، واللي بيسافر معاه اعداد كبيره جدا من جماهيره بتسانده في المدرجات. مع المنتخب البولندي بقياده السفاح ليفاندوسكي. خلينا نبدا مع المنتخب البولندي. المنتخب البولندي اللي بيشارك للمره التاسعه في البطوله بعد مشاركه اولى ليهم في كاس عالم 38 في فرنسا، لكن بيخرجوا من دور الاول. لكن بيروحوا في 74 وبيقدموا مونديال قوي يقدروا فيه بيحققوا البرونزيه تاريخيه ليهم امام المنتخب البرازيلي في الثالث والرابع. 82 بيقدروا يحققوا برونزيه تاريخيه ليهم بعد ما بيتصدروا دور المجموعات الاول على حساب الايطاليان اللي هم خدوا بطوله العالم وقتها، بيروحوا دور المجموعات الثاني وبيتصدروا على حساب الاتحاد السوفيتي وبيوصلوا لاول سيمي فاينال في تاريخهم، لكن بيخسروا وبيروحوا يواجهوا المنتخب الفرنسي على الثالث والرابع وبيحققوا برونزيه تاريخيه ثانيه ليهم كاس العالم في قطر السنه دي عشان يعوضوا البطوله السيئه ليهم سنه 2018 بعد ما قدموا مونديال سيء جدا وخرجوا من دور المجموعات. فهل ليفاندوسكي هيقدر يقودهم في هذه البطوله ويروحوا فيها لبعيد؟ هنشوف. نيجي بقى للمنتخب المكسيكي، المنتخب اللي بيعتبر من اكثر المنتخبات المشاركه في كاس العالم، وبيعتبروا واحده من 5 دول في العالم قدروا ينظموا كاس العالم على ارضهم مرتين، عام 1970 وعام 1986. من المنتخبات اللي شاركت في اخر 7 مرات ليهم بيوصلوا للدور الثاني لكن بيخرجوا بعدها. من المنتخبات اللي عندها لعيبه كويسه زي جورج سانشيز مدافع اياكس ومعاه زميله ادسون الفاريز في نص الملعب، اندريس كواردادو لاعب ريال بيتيس اللي بيمتلك خبره كبيره، ونجوم خط الهجوم راؤول خيمينيز لاعب ولفرهامبتون ونيازانو مهاجم نابولي. بيقدروا يلعبوا كره حلوه بنكهه لاتينيه، ومعاهم بيبقى معاهم مسانده جماهيريه جباره في المدرجات. فهل هيقدروا يروحوا لبعيد في هذه البطوله؟ انا نفسي لسه مش عارف. نخش بقى على المنتخب الاخضر السعودي، المنتخب اللي شارك للمره السادسه في البطوله. اول مشاركه ليهم كانت في كاس عالم 1994، وقدروا وقتها ان هم يتخطوا دور المجموعات بقياده جيل فؤاد انور اللي سجل للمنتخب السعودي اول هدف ليهم في كاس العالم، وسعيد العويراني اللي سجل هدف مارادوني ابهر العالم كله وقتها. ما قدروش ان هم يتخطوا دور المجموعات مره ثانيه، كل مره بيروحوا يقدموا نتائج سيئه وبيخرجوا من البطوله. معاهم المدرب المخضرم المدرب هيرفي رينار من 2019، المدرب اللي ما فيش منتخب مسكه الا وعمل معاه بصمه قويه جدا. فهل بالتشكيله الحاليه للمنتخب السعودي هيقدروا يعملوا حاجه في هذه البطوله ولا كالعاده هيخرجوا من دور المجموعات؟ هنشوف. واخر منتخب معانا في المجموعه هو المنتخب التانجو الارجنتيني، المنتخب اللي ليه تاريخ كبير في كاس العالم. معاهم واحد من افضل اللاعبين في العالم هو الاسطوره ليونيل ميسي. قدروا يفوزوا باول كاس عالم ليهم في سنه 78 امام المنتخب الهولندي. بعد كده بيرجعوا بعد 8 سنين بيفوزوا باللقب الثاني ليهم بقياده دياجو ارماندو مارادونا. معاهم تشكيله قويه جدا من اللاعبين زي إيميليانو مارتينيز، أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، بالاديس، ديبول، أنخيل دي ماريا، خوايكين كوريا، أنخيل كوريا، ديبالا، مارتينيز، جوليان ألفاريز، وطبعا ميسي. طبعا نتمنى نشوف نسخة قوية جدا من الأرجنتين في قطر. وصلنا نهاية المجموعة الثالثة. خلينا نبدأ بكلامنا بالمجموعة الرابعة اللي بتضم منتخبات فرنسا، الدنمارك، تونس، أستراليا. خلينا نبدأ بالمنتخب الأسترالي في المجموعة، المنتخب المغمور اللي ما نعرفش فيه أسماء كتيرة. منتخب بيشارك للمرة الخامسة في كأس العالم. اعتقد ان المنتخبات القليله في كاس العالم السنه دي ما اعتقدش ان هم هيعدوا من دور المجموعات، واعتقد ان هم هيخرجوا بدري من البطوله وهيودعونا عشان نرتاحوا منهم. ندخل بقى على اكتر منتخب اندر ريتد في تاريخ كره القدم، هو المنتخب الدنماركي. المنتخب اللي مهما عمل عمر ما حد بيعترف بيه، منتخب قوي جدا. بيقدروا يفوزوا باول لقب تاريخي ليهم في يورو 92، وفي اخر مشاركه ليهم في كاس العالم 2018 بيقدروا يقدموا بطوله قويه جدا، لكن بيصطدموا منتخب الكرواتي المنتخب اللي خلص الوصيف للعالم ويخرجوا من دور ال 16 بضربات الترجيح. المنتخب شارك في البطوله 5 مرات، قدروا يعدوا للدور الثاني 4 منهم. منتخب عنده تشكيله حاليه قويه جدا يقدروا يروحوا البعيد في البطوله. تشكيله بتضم كاسبر شمايكل حارس المرمى، في الدفاع سيمون كاير وكريستنسن، في نص الملعب إريكسون واحد من اهم لاعبي اليونايتد حاليا، وفي الهجوم مارتن بريسوايت، كاسبر دولبرج مهاجم اشبيليه. فريق محترم دايما بتعتمد قوتهم او بتتميز قوتهم في القوه البدنيه، يعني من النوع من الفرق اللي هي تمخمضك في قلب الملعب بمعنى اصح.
يمكن تونس تاريخها مش كبير في كاس العالم ولا مره قدروا يتخطوا دور المجموعات، بس اعتقد ان المشاركه السنه دي هدفهم ان هم يتخطوا دور المجموعات المره دي ويقدموا بطوله قويه. لكن هل تونس لديها المقومات اللي تخليها تنافس في المجموعه وتتاهل للدور الثاني؟ اعتقد ان جميع لاعبين المنتخب التونسي مغمورين بالنسبه لجميع المنتخبات المشاركه معاهم في المجموعه، لكن بيمتلكوا لاعب من افضل اللاعبين العرب وهو النمسي يوسف المساكني، ومع تشكيله قويه جدا الى حد ما، وهو وهب الخزري، نعيم السليتي، محمد رجر، حنا بعل المجبري، لاعيبه احنا كمصريين عارفينهم كويس زي علي معلول، سيف الدين الجزيري، وفرجاني ساسي، بقياده المدرب جلال القدري اللي ماسك المنتخب بعد كاس الافريقيه مباشره. وفي الاخر نتمنى التوفيق لنسور قرطاج المنتخب التونسي في ان هو يعدي دور المجموعات ويقدم بطوله كويسه ومثاليه جدا تليق بينا احنا كعرب. نخش بقى على ابطال العالم. منتخب الديوك الفرنسيه في رحله صعبه جدا للدفاع عن اللقب. كان منتخب فرنسا اول المشاركين في كاس العالم 1930 وبيعتبر ايضا من اول البلاد اللي نظمت كاس العالم، وهي نظموا البطوله الثالثه في تاريخ كاس العالم عام 1938، لكن بيخرجوا على ارضهم امام المنتخب الايطالي اللي كسب كاس العالم وقتها. بيرجعوا نظام البطوله ثاني سنه 98 على ارضهم بقياده زين الدين زيدان ولورانا بلانو وديدي ديشامب وباتريك فييرا، جيل قوي جدا وقعنا في حب المنتخب الفرنسي. كان منتخب قوي جدا جدا وقتها وقدروا يقدموا كوره حلوه جدا، وانتهت بتتويجهم باول كاس عالم ليهم في تاريخهم على ارضهم. طبعا ما ننساش نهائي 2006 قدام المنتخب الايطالي، المباراه اللي انتهت تعادل 1-1، ولكن حسمها المنتخب الايطالي بضربات الترجيح. نهايه اشهر لقطه فيه هي لقطه طرد زين الدين زيدان اللي انهى مسيرته بكارت احمر. بعدها بتبدا فرنسا تبني جيل جديد بينفجر في روسيا 2018 وبيقدروا يحققوا اللقب الثاني ليهم في تاريخهم عشان يدخلوا كاس العالم في قطر في مهمه صعبه جدا للحفاظ على اللقب. ليه بقى مهمه صعبه؟ وذلك لسببين. السبب الاول ان في كل تاريخ كاس العالم قدر البطل يحافظ على رقمه مرتين، ايطاليا في 34 و38 والبرازيل في 58 و62، وده كان ايام الكره الشراب، لكن عمرها ما حصل في ايام العصر الحديث. هنشوف هل هيقدروا يحافظوا على اللقب الثاني ليهم في تاريخهم. اما السبب الثاني، من اواخر القرن العشرين ظهرت لعنه البطل على قاره اوروبا، واللي بدايتها فرنسا بنفسها في كاس عالم 98. اي بطل عالم اوروبي بيفوز بكاس العالم بيخرج بعدها من كاس عالم من دور المجموعات. طبعا في كاس العالم ده نص ملعبهم الاساسي بول بوجبا ونجولو كانتي للاصابه، ولكن مع الغيابات دي جاهزه بتشكيله بمنتهى القوه، فعلا تشكيله تخوف، فريق مليان بالنجوم مدجج بالنجوم. تعالوا نقولهم مع بعض، وهي نبدا بيه حراسه المرمى هوجو لوريس، في الدفاع فاران، كوناتي، لوكاس هرنانديز، اوباميكانو، كوندي، وساليبا، وتيو هرنانديز. في وسط الملعب بقى عندك ثنائي مدريد، شاوميني وكامافينجا ورابيو ويوسف فوفانا. وفي الهجوم بقى كارثه، ايوه كارثه، افضل لاعب في العالم كريم بنزيما وكيليان امبابي احد افضل واسرع لاعبي العالم، واوليفيه جيرو، عثمان ديمبلي وكينجلز كومان وجريزمان ونكونكو. ومعاهم المدرب الفرنسي ديدي ديشامب اللي قدر يوصل بيهم لنهائي يورو 2016، لكن خسروا امام المنتخب البرتغالي وكان على ملعبهم، لكن بيرجعوا ويفوزوا بكاس عالم 2018. فهنشوف هل فرنسا هتقدر تنهي اللعنه اللي بدايتها في 2002 ولا هتكمل معاهم وهيخرجوا من دور المجموعات بدري. ده اللي هنشوفه. انا عن نفسي ما اتمناش ان ده يحصل عشان نشوف كاس عالم قوي جدا. نيجي بقى لاخر فقره معانا في الحلقه، وهي فقره التوقعات. توقعاتنا مين اللي هيتاهل من المجموعه الثالثه والمجموعه الرابعه. انا نفسي متوقع ان اللي هيتاهل من المجموعه الثالثه هو المنتخب الارجنتيني كمتصدر للمجموعه، ويليه المنتخب المكسيكي كمركز ثاني، وهيخرج المنتخب البولندي والمنتخب الاخضر السعودي سيتزين. اما المجموعه الرابعه فتوقعي ان المنتخب الفرنسي هيقدر يكسر اللعنه اللي بداوها هم بنفسهم وهيقدر يتاهل الى الدور الثاني كمركز اول. اما المركز الثاني فهيتاهل معاهم المنتخب الدنماركي كوصيف للمجموعه. وفي النهايه نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه المشاركه في البطوله، خصوصا ان احنا اتكلمنا عن المنتخب التونسي والمنتخب السعودي في المجموعات الصعبه اللي هم فيها، والمنتخب القطري اللي في المجموعه الاولى. نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تعملوا لايك للحلقه وسبسكرايب وفولو للقناه، ونشوفكم الحلقه الجايه. سلام.